ومرحبا يا جماعة، رجعت لكم فيديو جديد من سلسلة الرسم، من سلسلة الرد على تعليقاتكم. ليتس جو. أول شيء يا جماعة، حاولت فكرت حاولت إني أعدل من اللهجة، لأنكم طلبتوا مني في الفيديو السابق عشان تشتهر إنه لازم أغير اللهجة عشان أكون مفهومة وتنتقل، علشان المفهومية تكون أسرع وتكون في شهرة أسرع، صح؟ Yeah. طيب يا جماعة، بس ما حدا يضحك، ها؟ احكي. ما احكي طيب يا جماعة، نرجع لموضوعنا. بس يا جماعة، اللي قدرت احفظه وفهمته يعني باللهجة، انه اقدر تفهم عمي شوي. بس ها يا جماعة، لا تشدوها علي، لانه لساتني بالبداية، يعني يا دوب حفظت كلمة او كلمتين مشان الله يا جماعة. وكمان يا جماعة، في شغلة مهمة، محمد البابلي علمني شوية كلام حلبي، خلونا نسمع ايش علمني. يقول محمد: اول شيء اذا بدك تتعلم حلبي لازم تجقجق. ايش يعني الجقجقة؟ تجقجق. اوكي، اعطيني جملة بتقولها مشان نختصر لك اياها. مثلا، بدي اروح على البيت. هاي الجملة طويلة كتير. كيف ينطقوها على حلب؟ بدي اروح على البيت. وات؟ بدي اروح على البيت؟ سهلة يا جماعة، بدي اروح على البيت. النهارده بدي اروح على البيت. ايه؟ خبصت امها مصري. ما انا ما فهمتش ولا كلمه. يا جماعة لحظة، هذا خلوني ارتب. هذا سوري حلبي. مشان الله بدي اروح على البيت، شغلتني بهالحكي الفاضي. بدي اروح على البيت يا اخي. ظابطة صح؟ طيب، كلمة يا اخي بتقول بدالها خيو. كلمة يا اخي بتقول بدالها خيو، يعني بدل ما تقول يا اخي خيو، اليوم تعشينا على فول ومحمصية وزبادي وطحينية وجبنة وكبة وات؟ والله طلعت افهم في حاجات. يلا مو مشكلة. خشق بشق ما بدي. وات؟ خشق بشق ما بدي. ايش انا مترجم. الخزنة اسمها سكرتون، تمام. بريق الشاي اسمه براد شاي، معروفة براد شاي. طيب، بانجان مجقجق باللبن ما بنقولها. بانجان مجقجق باللبن ما بنقولها. وات يا محمد؟ واتس ذس؟ You want to speak English? No. أغرب لهجة بالعالم. إذا بدك تأشر على شيء ما بتقول هي هنيك، يعني إذا بدك تأشر على مثلا على الريشة ما بتقول هي هنيك. إيش بتقول؟ بتقول كوهك. كوهك. What this كوهك؟ يعني this is ريشة، إنها هنا. وات يا محمد بهذه اللهجة؟ الساحل يعني جنق. بدال قعود بروك. بدال قعود بروك. كده عندنا احنا بنقول الجمل بروك الجمل، بس انتوا على العامية بتقولوا لها للبشر والجمل وكله بروك داوزن. يا عمي خلصها وقولوا بريك، استراحة. بالانجليزي بريك مع استراحة. خلصنا يا عمي. خلاص يا جماعة، محمد علمني لهنا ومدري كيف حفظت. المهم بحفظ معي. اوكي، شوي حبة. طيب، سنيوريتا من افضل المتابعين اللي بتتابع القناة اول باول وتعلق وتعمل لايكات منيحة. وقالت برضو بتعلمني حلبي مدري سوري. ان شاء الله بتعلم من معاكم. ومن ناحية الرسم، رسامة بعمل مجموعة لمحبين الرسم كامل، وبعلمكم حبة شوية. تمام. وكمان برضو رسمة الشامي، قد كلمتوني أكثر مرة. رسمة الشامي يا جماعة برسمها رسمة فخمة جدا. بعلقها هون ولا بأي مكان. تمام. بفيديو طويل نفس كذا على اليوتيوب. أوكي. ويلا نقرأ التعليقات المجلوطة. ليتس جو.
أتحداك هذا الجماعة استفزني هذا التعليق اللي شفتوه يا جماعة. أتحداك بيقول هذا الشخص أتحداك ترسم كلب وعلم ريال مدريد فوقه. لك ليش تستهين بعلم ريال مدريد؟ ما راح أرد عليك أنا، بس راح يردوا عليك محبين ريال مدريد في الكومنتات. شيل هذا التعليق يا جماعة. الرسم حرام، الرسم حرام. طيب خلينا نلقي نظرة شوية نشوف صاحب التعليق هذا ونشوف شو حاطط عمي ولو. ايش انت حاطط يا غالي؟ صورة مرسومة فيها وتقول لي رسم حرام؟ انت معك عقل؟ ذاك لا هو عقل. اتحدث احيانا الواحد عندما يرد ضروري يشغل مصطفى المغاري بلسانه ويشتغل. بس خلاص يا جماعة خلاص ما عاد نشي نطول. برضو نحترم كل من يحب لنا الخير او يقدم نصيحة على عيني وراسي، بس مش تفرض على الناس. اوكي قدم نصيحتك نحترمها ولك جزيل الشكر. I love you. مبدع يا ابن بلدي، امثالكم يرفع الراس ولك يسعد لدينك وراسك مرفوع. فاكيد نحن سند لبعضنا. تسلم الله. ونشوف هالتعليق يا جماعة. والله امك مبدع. وات احلى ابداع يا اما. ايش الابداع هذا اللي بتقدميه؟ ولك يسعد لدينك يا اما. ايش الابداع؟ Oh, thank you so much. امي مبدع، امي مبدع. يا جماعه لا حد يفهم غلط ارجوكم يا جماعه، انا فهمت قصده. والله امك مبدع. قصده يا جماعه والله انك مبدع، او حتى اقول امك مبدع عادي. امي كمان مبدع، تعمل زخرفه واشياء. ولا اصلا الابداع من فين يجي؟ امي بتحب الزخرفه والتشكيلات هذه. فمن فين بيجي الفن بالله عليك؟ اكيد فيكم في لمسه فنيه وعرق اصيل للفن. كيف؟ ثانك يو، شكرا لك وشكرا ذكرتني بامي. الله يحفظها ويحفظ امهات الناس جميعا. I love you يا جماعه. المهم يا اخي شكرا. ونشوف هذا التعليق يا جماعه. احداك ترسم ملطف. وات؟ احداك ترسم ملطف؟ يعني قصدك اتحداك ترسم ملاطف. اللي ما بيعرف يا جماعه ملاطف كوني يمني فاكيد عرفت هذا التعليق لشخص بيحب ملاطف. ملاطف يا جماعه شخص بيدندن او بيقرا على الطاسه او على الطبله، والمهم او على البرع، بيشتغل على البرع. صح؟ طيب فهمتوا هذا الشيء. فهذا الشخص بيحبه. فمش عارف يا جماعة، يعني أغلبية الناس أو 40% يا جماعة من اللي بيستخدموا اليوتيوب أو أصحاب اليوتيوب بيتصفحوا اليوتيوب دائما تحصلهم يعني كأنهم أميين أو ما عندهمش ترتيبات في الكلمات. ما عندهم ترتيبات في الكلمات يا جماعة، أو يرتب الكلام زي ما هو يحطه عشان يكون مفهوم للقارئ أو صاحب المنشورة صاحب الفيديو عشان يقرأ سوا. فهو قصده أحدك ترسم ملطف يا جماعة الخير. أتحداك ترسم ملطف، هذا الموضوع. فأكيد هذا شكله ولد صغير. فأتمنى أنك تحسن خطك، تحسن إيدك، ولك تحسن أول شيء يدك بالكتابة. إيش دخل يدك؟ أنت لما تجي تكتب فأكيد راح تتعلم شوية شوية، لكن يا عمي الدنيا سهلة. الحرف موجود مكتوب على الكيبورد، مجرد ما تضغط كلمتين ثلاث خلاص حفظت. يا عمي احفظ نظري بدل ما تكتب كتابة. كل شيء جماعة سهل جدا. ليش الإنسان يصعب عليه هذا الشيء؟ وكيف عاد بعلمكم ترسموا؟ أحبكم يا جماعة والله. أول شيء أعلمكم شوي شوية. وصلنا يا جماعة نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك والمتابعة على القناة، وانتظر تعليقاتكم الفخمة وملاحظاتكم. واي شيء يا جماعة في بالكم اكتبوا لي ملاحظات، اي شيء، تعليم، اي شيء يا جماعة. ما بطول عليكم وانا مستحيل اني اخذ من وقتك واخلي وقتك يضيع بدون ما تستفيد. اوكي يا جماعة، ان شاء الله تكونوا تمام. والمصري فتكم بعافية. وراح نتعلم لهجات كثيرة يا جماعة ان شاء الله. وعلموني يا جماعة بالتعليقات. تمام؟ علموني اي شيء. بعدين لما يكون في مجموعة بتعلموني حبة حبة شوي شوي. اوكي. باي باي، مع السلامة. I love you.